أنا كل مرة أجي للحرم أكتشف خدمات جديدة، لكن هذه المرة قررت أصور كل الخدمات الموجودة داخل الحرم. هذه واحدة من الخدمات المجانية داخل الحرم، الله يجزي حكومتنا كل خير يا رب. هي أكياس تحطون فيها جزمكم وانتم كرامة علشان ما تضيع، بس تجون هنا عند هذا الماكينة وتاخذون منها الكيسة. سهلة وميسرة ما شاء الله. لا بدون إسراف. أنا جاي أبغى أستأجر عربية، قال لي لا ما نأجر، هذه العربات مجانية لكبار السن والمحتاجين اللي ما عندهم قدرة مادية ولا يقدرون يدفعون. ففي شباب متطوعين لهذه الخدمة يدفون مجانا، ما شاء الله تبارك الله، شباب همة يعني، الله يوفقهم يا رب. وهذه واحدة من الخدمات الجديدة اللي بالحرم، صراحة أنا أول مرة أشوفها. طبعا هي عبارة عن بلاستيك يغلف الجزمة، لو أنت ما تبغين تفسخين جزمتك تلبسينها عشان تحافظين على نظافة الحرم. فاللي يعانون من السكر يعني أغلبهم ما يحبون يفسخون جزمهم، ما يرتاحون إلا بالجزمة. فتعالي عند هذا الجهاز حطي جزمتك وانت بكرامة أو رجلك. ما شاء الله تكنولوجيا، يا سلام، صراحة مرة حلوة، الله يبارك يا رب، ما شاء الله تبارك الله. وهذه واحدة من الخدمات المجانية اللي تقدم داخل الحرم المكي، ما شاء الله تبارك الله. عبارة عن مكتبة مصغرة فيها كتب بجميع اللغات، صفة العمرة، أدعية، أي لغة أنت تتكلمينها تعالي دوري لغتك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، وروحي اقرأ كتابك واعتمري. طبعا هذه المكتبة المصغرة موجودة عند كل البوابات، أي بوابة تدخلين معها إن شاء الله تلاقين مكتبة، تاخذين الكتيب اللي تحتاجينه وتطوفين. طبعا تاخذينه معك البيت ما يرجع. ولو ما ودك تاخذين معك كتيب وتجلسين تشيليه وثقل عليك، تقدرين تطبعين كتيبك مجانا بالجوال، تفتحين اللغة اللي تبين وتطبعين الكتاب اللي تبينه وتفتحينه على جوالك وتقرين. صلى الله على محمد. هذه واحدة من الخدمات المجانية ما شاء الله تبارك الله، اللي هو مركز إفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية. عندك شك، عندك غلط، عندك سؤال استفسار، تجينا عندهم تسألينهم تستفسرينهم عن أي شيء فيجيبونك المشايخ، الله يجزاهم خير وينفع بعلمهم يا رب، ما شاء الله تبارك الله.